هاتف ال S23 Ultra قادم مع ميزة مطورة ومحسنة حتى يكون الأول بالعالم اللي يستخدمها. نتكلم عن كل شيء جديد عنه وعن سلسلة ال S23 بصورة عامة، والأسعار انكشفت بتقرير جديد، فخليكم ويانا. أنا أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذا فما زالت الأخبار والتسريبات من سامسونج تتوالى، خصوصا مع اقتراب حدث إطلاق هواتف ال S23. واليوم ويانا أخبار مهمة وكبيرة متعلقة بوحش سامسونج ال S23 Ultra. الآن البعض يقول إنه أبل صحيح تتأخر بإطلاق المميزات الجديدة على هواتفها، ولكن بالوقت اللي تطلقها على هواتف الآيفون حتكون أفضل على هواتفها من أي جهاز آخر. ولكن الظاهر إنه هذه القاعدة حتكون معكوسة هذه المرة. ممكن تكونوا سمعتوا من أخبارنا السابقة إنه هاتف ال S23 Ultra حيقدم ميزة الاتصال بالستلايت الأقمار الصناعية، وبهذه الأيام كوالكوم كشفت رسميا إطلاقها لهذه الخدمة على معالجاتها، وتفعيل الخدمة بالبداية حيكون على هواتف سامسونج سلسلة ال S23، وبعد ذلك توصل لبقية الشركات المصنعة للهواتف. لكن الجميل هنا انه عمل هذه الميزة على هواتف ال S23 حيكون افضل بكثير من عملها على هواتف الايفون، والسبب انه هاتف الايفون 14 يدعم فقط طريقة اتصال واحدة، واللي معناه انه المستخدم يقدر يستفاد من هذه الميزة فقط من خلال تطبيقات ال SOS. لكن كوالكوم من الجهة الثانية حتدعم طريقتين بالتواصل، وهذا معناه انه مو فقط المستخدم يتمكن من استعمالها بالحالات الحرجة والاضطرارية، إنما حتى بالمناطق اللي تكون بدون تغطية خلوية حيتمكن المستخدم من استعمال الميزة وإرسال المسجات الاعتيادية. هذا الشيء حيخلي هاتف ال S23 Ultra هو الأول بالعالم القادر على عمل هذا الشيء. وكوالكوم تدعم سماحية إرسال رسالة بعدد حروف 160 حرف، وتحديد أي جهة اتصال يرغب المستخدم بإرسال الرسالة إليه. بينما هذه الأمور غير متاحة مع أبل، اللي ما تسمح للمستخدم بكتابة رسالة خاصة أو حتى اختيار جهة اتصال محددة للإرسال. وواضح جدا هنا أنه طرق وحلول كوالكوم أفضل بكثير من اللي تقدمه أبل. however حاليا توجد مشكلة واحدة فقط، أو بالحقيقة هي مو مشكلة بهذا التخصيص، كل ما بالأمر أنه هذه الميزة حيتم تفعيلها على هواتف سامسونج من سلسلة ال S23 بالنصف الثاني من هذا العام. يعني حتى لو كانت الهواتف داعمة لهذه الميزة بوقت إطلاق الهواتف بعد أيام قليلة، فالمستخدمين ما راح يتمكنون من الاستفادة منها إلا بالنصف الثاني من عام 2023. والأمر الآخر اللي لازم تعرفوه، خدمة ال SOS الحالات الحرجة والاضطرارية الخدمة تكون فري مجانية، لكن إرسال الرسائل الاعتيادية حتكون بكلفة إضافية، ومبنية على ضوء الاتفاقات بين الشركات المصنعة للهواتف وشركات الاتصال والخدمات الخلوية. ما ويانا تفاصيل أكثر عن الموضوع، لكن بوقت توفر معلومات أكثر أكيد حنخليكم باطلاع مباشر عليها. والآن وبموضوع آخر، لاحظت قلق بعض المعلقين على خبر كاميرا السيلفي الأمامية لل S23 Ultra، حيث مثل ما تعرفون أنه الكاميرا هذه المرة حتكون 12 ميجا بكسل بدل ال 40 ميجا بكسل اللي موجودة على ال S22 Ultra، واللي البعض يعتبرها نزول بالمواصفات ويتخوف من أداء الكاميرا. لكن الحقيقة أنه حتى مع نزول رقم الميجا بكسل على الكاميرا، إلا أنه أداء وجودة الكاميرا حيكون أعلى من اللي موجود على ال S22 Ultra، والسبب المواصفات العالية اللي تجي عليها. البرفورمانس حيشهد قفزة بالكاميرات على ال S23، وهذا حينعكس بشكل مباشر على جودة الصور الملتقطة. وأيضا المتحسس الجديد على ال S23 Ultra حياخذ صور رهيبة بالأوضاع المظلمة وقليلة الإضاءة. فلكل هذه الأسباب الصور والفيديوهات حتشهد تحسن جدا كبير. والشيء الأهم أنه الكاميرا الأمامية على ال S23 Ultra قادمة مع دعم البرو مود، هذا الوضع اللي يسمح للمستخدمين بضبط الدقة والتصوير بشكل كبير، وحيمنحهم خيارات أكثر بالضبط، وأيضا يمنحهم خيارات أكثر بالتعديل على الصور. الحقيقة كومة مميزات قادمة على الكاميرات، لأنه مثل ما تعرفون التركيز والتغيير الأكبر على ال S23 Ultra، واللي يميزه عن ال S22 Ultra هو بالكاميرات. المنظومة حتكون مختلفة وجديدة، والمفروض يكون أدائها استثنائي وعلى مستوى جدا عالي. أيام قليلة ونعرف كل شيء باليقين. إذن وعلى الرغم من أنه ما راح يكون هناك تغيير بالديزاين الخارجي لهاتف ال S23 Ultra مقارنة مع ديزاين هاتف ال S22 Ultra، لكن حتكون هناك تغييرات جوهرية كبيرة جدا، لكن تحت العباية، يعني مخفية وداخلية.
مثلا تطوير وتحسين كبير جدا على المعالج سواء على السي بي يو والجي بي يو والام بي يو، وكذلك متحسس كاميرا جديد كليا ال 200 ميجا بكسل، واستعمال نوع التخزين الجديد اليو اف اس 4.0 بدل اليو اف اس 3.1، واستخدام منظومة تبريد افضل بكثير من اللي موجودة على الاس 22 الترا. وطبعا اوريدي الاس 22 الترا جيد جدا بهذا المجال، لكن الاشخاص اللي يضغطون على الهاتف الى اقصى حد سواء بالجيمنج او البرامج القوية حيحسون بفرق كبير باستعمالهم للاس 23 الترا. ولا تنسون ايضا من ضمن التغييرات على الاس 23 الترا استعمال رام جديدة اسرع من الجيل السابق، ديسبلاي شاشة عرض ايضا افضل من السابق، والتخلي بالكامل عن معالج الاكسينوس ولكل العالم، وغيرها الكثير من المميزات الجديدة واللي كلها حتكون مخفية بالعتاد الداخلي للوحش الصغير من سامسونج. وإذا نفكر بكل هذه التحسينات اللي حتكون رائعة ومطلوبة للمستخدمين، إلا أنه حتكلف سامسونج كلفة إضافية أكثر من كلفة الاس 22 الترا، وهذا حيخلي سامسونج أمام خيارين: إما تبيع الاس 23 بسعر أغلى من الجيل السابق أو تقلل من أرباحها بعض الشيء. والتقرير التالي اللي ويانا من ساوث كوريا الجنوبية يبين ويكشف أي طريق حتختاره سامسونج بتسعير الاس 23 الترا، والطريق حيكون الثاني، يعني أسعار سلسلة الاس 23 حتكون مشابهة ومقاربة كثيرا لسلسلة الاس 22، وهذا الكلام إذا صح معناه أنه سعر الاس 23 يبلش بال $799 و$999 للاس 23 بلس و$1199 للاس 23 الترا. هذه طبعا الأسعار العالمية واللي ممكن تكون مختلفة بعض الشيء باختلاف الدول والأسواق. التقارير تبين انه سامسونج ما تريد تخسر اي جمهور برفع اسعار الهواتف، وعلى الرغم من انه نتمنى ان تنزل الاسعار اكثر حتى تتمكن شريحة اكبر من شراء الهواتف، او على الاقل ما ترتفع وتبقى نفسها مع مغريات كبيرة للشراء مثل هدايا قيمة توصل ل $300 حتى تكون حافز للشراء. فمع امنياتنا بتخفيض الاسعار، على الاقل ان تحافظ الهواتف على اسعارها الموجودة حاليا يكون افضل من رفع الاسعار. أحب أنوه هنا أنه كل هذه الأخبار عن الأسعار وأي أخبار أخرى بالنت حاليا غير رسمية، وهذا معناه أنه الأسعار الحقيقية ممكن تكون متغيرة ومختلفة، وأصلا الأسعار قابلة للتغيير والتعديل من سامسونج إلى حد اللحظة الأخيرة. ومتابعاتنا مستمرة وحنخليكم باطلاع مباشر مع كل جديد بهذا الخصوص. من ناحية أخرى، ومثل ما تعرفون أنه سامسونج بالسنوات الأخيرة بلشت تتعاون مع وسائل التواصل الاجتماعي حتى تضبط هواتفها بالعمل على تطبيقاتهم بصورة متقنة أكثر، وهذا الشيء حيستمر مع سلسلة الاس 23، حيث سامسونج مستمرة بالعمل والتعاون مع سناب شات، تيك توك والإنستغرام حتى تحسن أكثر من تجربة المستخدم. العمل مباشرة من كاميرا الهاتف وعدساته يخلي الصور أفضل من السابق بكل تأكيد. اوريدي سامسونج قطعت أشواط كبيرة بالتعاون مع هذه التطبيقات مع سلسلة الاس 22، والآن نحب نشوف إلى أي مدى حيوصل التضبيط والتعاون المستمر مع هذه الشركات على الاس 23 الترا وأشقائه. تقاريرنا متواصلة ومكثفة بهذه الفترة لتغطية كاملة لحدث إطلاق سلسلة هواتف الاس 23، فخليكم دائما ويانا. وخلص هذا كان كل شيء ويانا بنشرتنا التقنية لهذا اليوم. خلوني أعرف آراءكم بأخبار اليوم. هذا كان كل شيء، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.